السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ازل في اللون نتمنى تيلي من هنا ضرحت. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم هاد الصوبه اولا الشوربه ديال القرعه اللي هي مفيده بزاف وصحيه، علاش لا، وغادي تنفعكم ان شاء الله في هذا رمضان اللي نشربوا شي حاجه صحيه مع الفطور، ماشي ديما ناخذوا الحمص والقطنيات اللي كتقل لينا شويه على المصران. المهم دوزوا على بركه الله، نقدم لكم المقادير وكذلك طريقه التحضير. عندنا في المقادير هنايا كيلو الا ربع ديال القرعه، وعندنا واحد الفلفله حمراء ممكن نعوضوها بصفراء وممكن كذلك ما نستعملوهاش كاع بالمره. المهم حنا بغينا الالياف، فعلاش داكشي كننوع في الخضره. وعندنا واحد البطاطا، عندنا هنايا واحد جوج خيزويات، وعندي واحد القبيطه صغيره ديال الربيع اللي هي بين القزبور ومعدنوس، وعندي جوج تومات، وعندي واحد البصله ديال خضاريه وممكن تعوضوها كذلك بالبصله عاديه. عندي هنايا في التوابل اولا في العطريه كما كنقولوا معلقه صغيره ديال سكينجبير، عندي معلقه صغيره ديال التحميره وراس معلقه ديال البزار، وكذلك عندي واحد جوج مكعبات ديال الفرماج، ممكن نعوضوها بفرماج مثلث اولا معلقه كبيره ديال الجبن، وممكن كذلك نعوضوها بربع كاس ديال القشطه الطريه. وكندوز وعندي واحد 4 المعالق اولا 4 كاس ديال الزيت البلديه، ممكن نخلطوه بين الزيت البلديه والروميه، وممكن كذلك نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الزبده مع 3 المعالق ديال الزيت. المهم كندوزوا للطريقه اللي كناخذوا الزيت كنحطوها في القميله ديالنا ولا الطنجره ديالنا، كنحطوا عليها الثومه، كنحطوا البصله، كنشحروها واحد شويه، يعني ما كنخليوش ديك الزيت انها تحرق، غير كنشحروا البصله حتى كتبان لينا، وغادي ان شاء الله نضيفوا عليها المقادير الاخرى. بغينا غير تدخل ديك النسمه ديال الطياب لهاد الوصفه هذه. وكذلك غادي نضيف الملحه، انا ما قلتهاش لكم في المقادير، وممكن يعني ماشي ممكن، انا بغيت غير نقول واحد النصيحه للناس اللي كيكون عندهم ارتفاع ضغط الدم، انهم يردوا البال، ما بقاش يكثروا الملحه، وخصوصا في هذه الوصفات لان كيكون الفرماج كتكون الخضره كثيره، فالخضره فيها الملحه، فلذلك ردوا البال بزاف لان باش ما تضيفوش بزاف ديال الملحه. كما كتشوفوا معايا هنايا في الفيديو، فبعد ما شحرنا البصله ديالنا حتى كتشحر واحد شويه غير كتدبال، كنضيفوا عليها هذيك الخضيره ديالنا كامله، غادي نضيفوها كامله، وغادي كذلك نضيفوا المليحه، غادي نضيفوا العطريه، و غادي نخليوها ان شاء الله طيب. هنايا بغيت غير الخضره ديالنا اللي هو خيزو مع البطاطا مع القرعه كتدخلهم ديك النسمه ديال هذا ديال البصله اللي هي مشحره وديال ديك الزويته، وغادي نكمل نضيف داكشي اللي بقى. كنضيف هنا كما قلت لكم الملحه، انا هنايا ضفت الملحه كما كتشوف معايا، انا كنكثر الملحه، يا ربي تعاوني ويا ربي تعفو عليا ولي نقص من هذه الملحه هذه. انا عندي مشكل مع المملحات ومع الملحه، ما نقدرش نقص الملحه، ولكن الحمد لله عندي انا الضغط ديالي اولا الطونسيون عندي انا كيهبط ما كيطلعش، فلذلك فانا كنبغي الحاجه تكون ملحه باش ما بقاش يهبط ليا الطونسيون. كما كتشوفوا معايا هنايا كنضيف العطريه، كنضيف الملحه، وغادي نضيف كذلك ديك القبيطه ديال الربيع، وفي نفس الوقت غادي نضيف غادي نضيف الماء. ديما كتشوفوا معايا هنا انا ديما معطله انا في الهضره، لحقيتاش فاش كنت كنصور ما كنقدرش نهضر، لان يا اما البنايه حدايا يا اما مالي نضر حدايا، فما كيخليونيش اني نهضر على خاطري، فكنخلي هنايا العطريه وهذا كتخلطوا شويه مع الخضره وحتى كيتجانسوا. كنضيف هنايا الماء الكافي اللي هو حتى كتغطى ليا هذيك الخضيره هذيك كامله، وغادي نغطي عليها ونخليها طيب على عافيه متوسطه حتى طيب الخضره ديالنا مزيان. انا خليتها عافيه متوسطه حتى كطيب الخضره مزيان، ومن بعد منين كطيب هانتوما كما كتشوفوا معايا هنا كنحيد داك الربيع، ما كنطحنوش معاها لان صافي خدينا المنافع ديالو، خدينا البنه ديالو، فكنحيدو من الفوق وصافي. ومن بعد راه حنايا غادي ندوزو دابا ان شاء الله غادي نطحنوا هاد الشوربه ديالنا بالميكسور ولا بالدراب اليدوي، وممكن ماشي بالدراب بالميكسور ياكو هكا كيتقال بالعربيه، والله الا صلحوا لي الاخطاء الله يرضي عليكم واسمحوا لي راني
كنكثر نهضر، انا كنهضر، ولكن زعما باش من كيما كيقولوا حديث مغزل. انا معكم كنخدم وفي نفس الوقت راني زعما شاده معكم هذا الفيديو باش نكمل معكم الفيديو حتى الاخر. المهم كما كتشوفوا معايا هنايا بعد ما كنطحنوه مزيان ديك الخضره ديالها خصها تطحن مزيان. غادي نضيف كذلك، غادي نطحن هادوك جوج فرماجات اللي هو مكعب ديال الفرماج اولا مربعات، الفرماج مربع. انا باش نقول الماركه، المهم كل واحد يعني راه ولاو دابا لي مارك ولاو هذا كثير، ولكن هذا صراحه الله ما بغيتش نقول سميتو، ولكن هو اللي كيعجبني صراحه الله في هذه الشوربه. اولا معلقه كما قلت لكم كبيره ديال الجبن الطري حتى هو كيجي فيه لذيذ، اولا 4 كاس ديال، اولا واحد نص كاس حتى ل4 كاس ديال قشده طريه حتى هي كتجي فيه لذيذه بزاف. كما كتشوفوا معايا هنايا كتجي هاد الشوربه اش غنقول لكم رائعه، راه ولادي راه كيحماقوا عليها. بعد ما كنطحنها كنخليها تطبخ واحد شويه ايوا باش دوك الناس المنسمات كاع تخلط، وكنقدمها. وانا هنايا قدمتها مع شويه ديال الزعلوك ومع الزويتنات والخبز. المهم ممكن تقدموها مع اي حاجه بغيتو وتذوقوها باش ما بغيتو. انا حيت درتها وقت الغداء فقدمتها مع كما قلت لكم الزعلوك الزيتون مع واحد قطبان ديال لاداند. ممكن نتوما تقدموها في وقت الغداء كما قلت لكم مع اي حاجه بغيتو، مع الحوت مع اي حاجه. وممكن كذلك ديروها وقت العشاء غير هي وشي تميرات هكا وشي هذا وشي حاجه. وممكن في رمضان ان شاء الله، علاش لا، فهذه راه تكون رائعه وصحيه، تقدموها في رمضان فهي والتمر وواحد البيضه وهذا وشي حاجه خفيفه فكفايه. فحنايا كنتمناو ان رمضان يدوز عليكم بخير وعلى خير وعواشركم مبروكه، وكنتمنى الوصفه تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. وعلاش لا، ما تنسوناش كلمه زوينه وشي تعليق زوين بحالكم، وما تنسوناش كذلك فانكم تبارطاجيو القناه باش نزيد نقدم لكم اشياء زوينه، اشياء اللي انا كنقدمها يوميا في الدار، اللي هي ماشي شي حاجه مكلفه، اشياء اللي هي عند كل واحد في الدار، المطبخ البسيط. هذا اللي بغيت نقول لكم. انا ما بغيت نسمي القناه نسميها سميه اخرى، الا سميتها نسميها المطبخ البسيط، لان كل حاجه اللي هي عندنا في الدار ديال الناس البسطاء ماشي شي حاجه مكلفه. انا كنعوض الحاجه المكلفه بالحاجه البسيطه، ولذاك الشيء علاش بغيت نقول لكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا معايا هنايا حتى الديكوراسيون هذاك في داكشي العين كتاكل قبل الفم. زوقتها بشويه ديال القزبر من الفوق. ممكن ديروا الزعتر حتى هو كيجي معها رائع. انا داك النهار ما كانش عندي الزعتر، اما انا كنفضل الزعتر. وكنتمنى لكم كل التوفيق في امان الله.